وتعتقدون أنكم ما زلتم مسلمين؟ لا. ما الذي جعل الغرب بهذا الإصرار لقتل القذافي؟ دعم للميليشيات والعصابات والبحث عن الخيانة في محيط العقيد. وبعد أشهر قليلة قتل العقيد، وبالقتل ديالو سقطت ليبيا وترونت الشعب ديالها خرج في مظاهرات. وعلاش اجتمع الغرب على قتل العقيد؟ علاش ما خداوش للمحكمة مثلا كصدام حسين؟ الإجابة غادي نعرفوها في هذا الفيديو. أمريكا لا تقهر، أمريكا جبارة، أمريكا تعز أمريكا، الأمة العربية أشرف من أمريكا 1000 مرة. العقيد كينصح العرب وكيقول لهم لابد أن نعمل درع يحمينا ومحتوى اقتصادي يغذينا. علاش خلقوا ليبيا وتونس والجزائر وسوريا؟ كيجاوب وكيقول باش يخلوا هاد الأمة مشلولة وغير قادرة على توحيد الماء والغذاء وغير قادرة على توحيد أفكارها، باش يكونوا هما خدامين بجد وحنا نبقاو مشلولين. وصفوه بأنه مجنون. إذا كان بصح العقيد هو المجنون، شكون هو العقل بالنسبة لهم؟ واش اللي كيسلم لهم الثروات ديال بلادو، ولا اللي كيخون الوطن ديالو والاهل ديالو من اجل المال؟ وكيقول القذافي عندما خرج الاستعمار من اوطاننا فقد اعطانا استقلالا مزيفا وسلمونا لعملائهم ورسموا الحدود بين الدول وأمرهم يتقاتلوا من أجل هذا الحدود. وقال لا بد من فيقو في العالم لا يعترف بالحق بل يجبر على الاعتراف به. وكان كيعترفوا به كون اعترفوا فلسطين، وشكون كيسيطر على فلسطين اللي هي من حق الفلسطينيين، وكيقول كيسيطر عليها الأقوى. ياك هما كيقولوا باللي الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها، ولكن حتى حاجة من هادشي ما كايناش. هكا كان العقيد صريح في الحديث ديالو ضد إسرائيل وأمريكا والغرب عموما. هو عارف باللي ما غاديش يحترموا عربي أو مسلمون إلا بالقوة. إلا بغينا نرضوا على الصعصعين، وهنا كيعني أمريكا وإسرائيل، فهما لا يريدون المقاومة، هما بغاو من العرب غير الاستسلام. ولكن الى قومناهم غادي يجلسوا معنا على الطاوله وغادي يتحاوروا معنا. عقيد تنبأ باهداف اسرائيل وامريكا، خصوصا قال باللي غادي يحتلوا الانهار والمضيق بحال مضيق هرمز ومضيق باب المندب ونهر دجله والفرات، وهذا الشيء باش العرب ما يبقاوش يستفدوا منها. القذافي كيزيد يقول نعم سنرقص ونغني وسنقاوم وسنتوحد، وما سوى الوحده العربيه لا يوجد إلا الدمار والخراب. الخندق الفلسطيني هو الدفاع الأول عن العرب. وهناك يقول إلى سقط غادي تسقط كل البلاد العربية من المحيط إلى الخارج، فيجب التوحد ودعم المقاومة الفلسطينية. ويأكد العقيد أن إسرائيل تحاول صنع إمبراطورياتها العظيمة باش تسيطر على العرب. واش العرب جبناء لهذا الحد؟ ما كيهمش إلا ضحينا بالملايين في سبيل حريتنا فهو الانتصار لنا، وكيكفي باقي مليون عربي حر في بلادنا. العقيد القذافي كان غادي يدير اللي واجب يدار. وهنا كنكتشفوا بعد تقارير رسائل وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في فترة ولايتها للوزارة، وتقول الرسائل إن الاحتياطات الليبية من النفط والذهب كانت تقلق جدا السيدة كلينتون، لأن استخدامها الهدف كسلاح اقتصادي، وكان من الممكن أن يضر بشكل كبير بسعر صرف الدولار الأمريكي والقيمة ديالو. كان العقيد قادر على هاد الضربة لغطيح أمريكا لتحت. ومن ديك الوقت تم قصف بلاد القذافي. أول قنبلة كانت فرنسية، واخا كانت روسيا كتمتلك حق النقد قرار قصف ليبيا ولكن ما ضربتهاش. هنا تبت كلام القذافي. انتم الرأي ديالكم في هذا الفيديو، اعطونا الرأي ديالكم.